السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف، فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فاول حاجه كنعتذر على الصوت ديالي شويه ضربني البرد. هنايا في واحد المقلاة وضعت انايا صدر ديال الدجاج اولا لدان اللي متوفر عندكم والقياس اللي نتوما بغيتو، ودرت واحد البصيله هكا مشلضه، شويه ديال الربيع. بالنسبه للتوابل استعملت الملح والابزار الخرقوم سكينجبير وشويه ديال التحميره. وغادي نوضع زيت المائده، ممكن ديروا زيت الزيتون على شمه، وغادي نشحر الكل جيدا حتى كيدخل الطياب مزيان في هذه الحشوه هذه، وكتنشف لينا من ديك المويه ديالها اولا من ديك لاصوص اللي كتطلق خصوصا البصله والدجاج. وهنايا غادي نضيف الجبن المبشور اختياري، ولكن كيعطي واحد التعليكه اللي زوينه بزاف لهاد الحشوه. واهم عنصر هنايا عندنا هي صوص الجيريان، كتعطي واحد البنه زوينه، فما كتعرفوش واش كتاكلوا مسمن معمر اولا كتاكلوا التاكوس. فمن بعد ما كتعلك لينا الحشوه كيف ما كتشوفوا، غادي ندوزو اننا نعمروا المسمنات ديالنا. فبالنسبه العجينه ديال المسمن راه كلشي كيعرف يوجدها، اللي فيها انا درت فيها كاس ديال الفينو، 2 كيسان ديال دقيق الفرص، واحد طريقه ديال خميره الخبز، وشويه ديال الملحه. ممكن انكم تضيفوا السكر الا كنتو كتبغيوه اولا العسل. وصافي كنجمعوها بمويه دافيه وكنخليوها انها ترتاح واحد شويه. كنشكلوها كويرات ومن بعد كنطلقوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، بحال غادي نوجدوا مسمن عادي. ومن بعد غادي نقطعوه كيف ما كيوضح في الفيديو اولا كيف ما واضح في الفيديو. وغادي نوضعوا انايا هاد الجبن ديال اولا فرماج ديال الساندويتش، وغادي نديروا القياس ديالنا ديال العماره. فكل واحد كيفاش كيبغي العماره تكون، واش قليله اولا كثيره، واش يجي المسمن عامر بزاف اولا يجي غير شي شويه بحال هكذا كيف ما درت انا. ما كيعجبنيش يكون عامر بزاف وما يجيش عاوتاني ما فيهش العماره، بين وبين. وغادي نلويه بالطريقه كيف ما موضح في الفيديو. واخا نطويوه بطريقه عشوائيه ماشي مشكل كيف ما كتشوفوا، لان من بعد كلشي غادي يتقاد. وهاد المسمن هذه راها كتسوده في الطياب وما كتبقاش باينه. كنحاولوا اننا نقدوها ما امكن. وصافي من بعد ملي كنتنيو على هاد الطريقه هذه، هاد الطريقه كتساعدنا ان الحشوه تكون في الوسط وتجي نفس طبقه العجينه اللي كاينه من التحت نفس طبقه العجينه اللي كاينه من الفوق. غادي نحطها في هكا في داك البلاطو، وكنبقى مور ما كنشكل هنا واحد 4 اولا 5 كنبدا كنطيب فيهم باش ما تفوتش فيهم عاوتاني الخميره. ما تنساوش راه فيه واحد الطريقه ديال الخميره هكا باش الملوي اولا المسمن ما كيضرناش في المعده. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوهاش ما يديروهاش، كنوضعوهم مباشره فوق المقله اللي كتكون سخونه من قبل. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو محمرين وكيجيو زويونين. فما طرقوهمش عاوتاني بزاف اكثر من القياس وما تخليوهمش غلاضين بزاف باش ما يجيوش معجنين. الطريقه ديال الطياب ديالهم ديال المسمن العادي، انما انا بغيت غير نشارك معكم الحشوه اللي كتجي صراحه بنينه، حتى الوليدات ديالكم غادي يعجبوهم بزاف وغادي ياكلوهم لانهم كيشبهوا بزاف الطاكوس. صافي كنهزوهم كنوضعهم في واحد البلاطو. بالنسبه لواحد لاستوس، بالنسبه الا ما بغيتوش المسمن ديالكم انه يطلق لكم داك الماء ديالو اولا يعرق لكم في البلاطو، رشوا البلاطو بشويه ديال الزيت وعاد بداو تحطوهم هكذا ما كيعرقوش لينا وكيبقاو لينا مزيانين. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنطيبهم كاملين. فتبارك الله خرجوا خير وبركه. انا درت غير كاس ديال الفينو و2 كيسان ديال دقيق الفرص. هنايا راه كيجيو مكرملين من الفوق، وكما غادي تشوفوا معايا تيجيو معلكين من الداخل وكيجيو صراحه رائعين وبنان بزاف. كيف ما قلت لكم حتى وليداتكم غادي يحماقوا عليهم. فهنايا كنوصل نهايه الفيديو، كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، تجربوها لوليداتكم في هاد العواشر علاش لا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بالصحه والراحه. خليتكم على خير.